قال تعالى في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وقال في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. مكة وبكة اسمان لبلد الله الحرام، فما الفرق بينهما؟ بكة من البك، والبك هو الازدحام أو الدق. قال عنها الراغب الأصفهاني: بكة هي مكة، وإنما سميت بكة من التباك أي الازدحام، لأن الناس يزدحمون فيها عند الطواف. وقيل سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها، فلم يقصدها جبار بسوء إلا وقصمه الله. واسم بكة مناسب للسياق تماما، فقد جاءت في معرض الكلام عن الحج. أما مكة فسميت في سورة الفتح بهذا الاسم لأنه الاسم المشهور عند العرب والمعروف لديهم، وسورة الفتح كانت بشارة بفتح مكة، لذلك جاء اسم مكة بالاسم المشهور لديهم ليعلموا أن هذه مكة التي سيفتحها الله بإذنه للمؤمنين. ومكة من المك، والمك هو الامتصاص. يقال مك عظمه إذا امتص مخه، ومك الفصيل ضرع أمه إذا امتص لبنها وشربه. لذلك فيقال إن مكة سميت مكة لأنها تمك ذنوب الحجاج التائبين وتمتصها وتذهبها. فاللهم قد جئناها تائبين طالبين المغفرة، فتكرم علينا بها ولا تحرمنا منها يا أرحم